الكهف. قال لي أوهام الكهف دي مش أوهام فطرية وليست أوهام عامة، لا، دي أوهام فردية خاصة وبتكون مكتسبة، يعني الإنسان بيكتسبها في حياته. زي إيه؟ الإنسان من خلال بيئته اللي نشأ فيها بيرث بعض المعتقدات، بيرث بعض العادات والتقاليد التي تؤثر في وجهة نظره الذاتية. كل واحد فينا بيفسر الأشياء أو بيفسر الظواهر الطبيعية، بيحكم على المشكلات من خلال وجهة نظره اللي في المجتمع اللي نشأ فيه. يعني مثلا نلاقي بعض الشباب يقولك هو في راجل من غير ما يكون ماسك تجارة؟ الراجل معناها تجارة. ليه؟ لأنه نشأ في بيئة بتدعم هذه النقطة.